النضال القومي العربي، في حين ما يزال الحلفان الآخران قائمين، أحدهما يهدد سيادة وأمن دولة عربية هي العراق، والثالث يشكل حالة شاذة ومقلقة للأمن القومي في منطقة القرن مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. ذلك هو التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية. إن كل المفكرين الاجتماعيين يتفقون على أن وجود تفاوت حاد في مستوى المعيشة في داخل أي بلد يشكل تهديدا للأمن الداخلي لذلك البلد، والمسرح العالمي يعطينا أمثلة كثيرة على ذلك في التاريخ القديم والمعاصر وفي الظروف الراهنة كما نقرأها في الصحافة ونشاهدها في التلفزيون. ومع أن المساواة التامة قد لا تكون ممكنة، إلا أن كل بلد يحرص على تماسك نسيجه الوطني لا بد وأن يجد حلا لهذه المسألة، وفي مقدمة ذلك تقريب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين. وإن الاستقرار الداخلي في أي بلد يرتبط بمقدار النجاح في هذا المضمار. إن الوطن العربي برغم انقسامه إلى دول عديدة يشكل في الواقع مجتمعا واحدا، فالتأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أقطاره واضحة تماما ولا يمكن إنكارها. وعندما نجد أن الواقع العربي ينقسم إلى دول عربية غنية جدا، ودول عربية فقيرة جدا، ودول عربية متوسطة الثروة، فإن علينا أن نقلق قلقا شديدا من هذا الوضع. وبرغم أن الدول العربية تنبهت إلى ضرورة التعاون الاقتصادي فيما بينها منذ بداية الخمسينات، إلا أن هذه الظاهرة، ظاهرة التفاوت الشاسع بين الأوضاع الاقتصادية للدول العربية لم تكن موجودة عندئذ، فلقد برزت بشكل صارخ في السبعينات، وفي نفس العصر الذي شهد التراجع الخطير في النظرة إلى الأمن القومي. لقد اكتشف الرئيس صدام حسين هذه الحقيقة الخطيرة وتحدث عنها كثيرا في الاجتماعات العربية وفي مداولاته مع المسؤولين العرب وفي أحاديثه العامة، ونبه إلى مخاطرها. لقد نبه القائد صدام حسين إلى خطر نشوء صراع طبقي حاد بين الدول العربية، وليس فقط في إطار كل مجتمع عربي على انفراد. وأشار إلى أن نشوء مثل هذا الصراع لا بد وأن يؤدي إلى انفراط الوحدة القومية بكل مضامينها السياسية والأمنية والعاطفية أيضا. وإذا تابعنا مسيرة التراجع في مفهوم الأمن القومي العربي فإننا لا نستطيع تجاهل مسألة التفاوت الاقتصادي بين الأقطار العربية، بل لا يمكن أن نتجاهل أن هذه الظاهرة كانت أحد العوامل الأساسية التي استغلتها الساداتية كنهج إقليمي منحرف لتبرير مواقفها، ومن ثم لتبرير اتفاقيات كامب ديفيد. لقد ركز الساداتيون وما يزالون على الفوارق الاقتصادية بين مصر الدولة التي تحملت عبئا كبيرا إزاء الأمن القومي العربي وبين دول عربية أخرى لم تتحمل مثل هذا العبء. وهل يمكن أيضا أن ننكر هذا العامل في نشوء التيارات الدينية المتطرفة في بعض الأقطار العربية؟ وهل يمكننا أن ننكره فيما نشهده من أحداث دامية في اليمن الجنوبي؟ بدافع من هذه الرؤية العميقة والمسؤولية دعا الرئيس صدام حسين القيادات العربية
إلى التنبه إلى مخاطر هذه الظاهرة وإلى إيجاد الحلول العملية لها. وعملت الدبلوماسية العراقية بنشاط في نهاية السبعينات إلى الدعوة لعقد ميثاق العمل الاقتصادي القومي، يتضمن في مقدمة ما يتضمن برنامج عقد التنمية العربية بتشكيل صندوق تساهم فيه الدول العربية المقتدرة ماليا لمساعدة الدول العربية الفقيرة على إقامة بنى اقتصادية أساسية تمكنها من تلبية حاجاتها الاقتصادية الأساسية على أقل تقدير. وقد حذر الرئيس صدام حسين من أن إهمال هذا الجانب لا بد وأن يزيد من التكتلات والصراعات داخل الوطن العربي، كما يزيد من التأثيرات الأجنبية في الوطن العربي. أسباب أخرى قد تبدو عند الحديث عنها في محفل جدي كهذا المحفل قد تبدو أسبابا هزلية، ولكنني أقول بإخلاص أنها أسباب جادة لا يجوز لنا إنكار تأثيرها على الأوضاع السلبية العامة في الوطن العربي، ومن ذلك الحالة السلبية التي ترافق مفهوم الأمن القومي. وهذه الأسباب هي انحطاط المستوى الأخلاقي والثقافي لدى كثير من القيادات العربية وهيمنة الديماغوجية على الساحة العربية، ومن ذلك أطر ومؤسسات العمل العربي المشترك. إننا أيها الإخوة نجد أمامنا في الساحة العربية اليوم نماذج قد تكون مخيفة حقا، مع أنني لا أؤمن بأن القادة والوزراء والمسؤولين يجب أن يكونوا جميعا من حملة الشهادات العليا ومن العلماء والمتخصصين، إلا أنني لا أستطيع أن أتجاهل المخاطر الناجمة عن انحطاط المستوى الثقافي لكثير من المسؤولين العرب. فقد تجد الآن في التعامل المباشر، التعامل الملموس، رؤساء دول ووزراء خارجية ووزراء آخرين لا يعرفون معلومات بسيطة عن التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والوضع السياسي الدولي. ويمكننا أن نقدر النتائج الخطيرة التي تترتب على المفاهيم والأسس المتخلفة والخاطئة التي ينطلقون منها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والعسكري. أنا قلت قد تبدو هذه الأسباب هزلية، ولكنها أسباب واقعية، وسأعطيكم بعض الأمثلة. عندما جاء نظام خميني إلى الحكم في إيران وبدأ التحرش بالعراق والاعتداء عليه، وتطور ذلك إلى الحرب التي استمرت حتى الآن 6 سنوات، كنا قبل الحرب وبعد الحرب نشرح ظروف الصراع بيننا وبين إيران في الوقت الحاضر وفي التاريخ القريب الذي مضى عليه 10 أو 20 أو 30 أو 40 عاما، وفي التاريخ القديم، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل عنصر التاريخ في معالجة الصراع العراقي الإيراني. لا يمكن أن تتجاهل التاريخ في المشاكل القائمة الآن بين فرنسا وألمانيا. لا يمكن أن تتجاهل التاريخ في عند دراسة الأزمة البولونية. لا يمكن أن تتجاهل التاريخ عندما تبحث المشاكل القائمة في الهند الصينية.
التاريخ عنصر أساسي في السياسة. كنا نذهب ونلتقي مع رؤساء دول